السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو عملناه مع بعض. ان شاء الله يومنا بسيط النهارده، وتكلفة الاكلة بتاعتنا ان شاء الله مش هتعدي ال100 جنيه. يعتبر حاجة بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت سريعة، لان انا كنت مستعجلة جدا وفي نفس الوقت مش عايزة اقف في المطبخ كتير عشان كان ورايا مشوار مهم جدا. المهم، النهارده فكرت ان انا اعمل حاجه بس في نفس الوقت انا عايزاها تقضي. فانا رحت جبت نص كيلو كبده. الكبده عامله 80 جنيه، كبده مستورده. طبعا انا هنا بحب اما اجي اعمل الكبده البلدي او المستورده ما بحبش اغسلهم يا بنات، وديت ليكي حريه الاختيار فيها او الحريه بتاعتك لو انت حابه انك تغسليها او تعمليها على طول. انا هنا ما بحبش اغسلها علشان لو غسلتها هتظهر لي ريحه الزفاره فيها. طبعا هنا زي ما انتم شايفين انا حطيت كمون وحطيت فلفل اخضر حامي وحطيت بصل، وهحط فلفل وكمون والملح بتاعي. طبعا هنا انت لو عايزه تحطي مكان الفلفل الحامي تحطي مكانه فلفل رومي عادي، ما فيش اي مشكله. هنا ضربتهم في الخلاط. هنزل عليهم بعصره من الليمون ومن معلقتين 3 معالق كده من الخل. معذره يا بنات. المهم هنا بضربهم زي ما انتم شايفين كده في الكبه بتاعتي، وبدات زي ما انتم شايفين كده اعصر الليمون، وهضربها تاني لغايه ما تنعم. مش هتبقى النعوميه اللي هي الجامده، بس في نفس الوقت ان انا لما اجي احطها في الخلطه بتاعتي ما تعقليش او انها تتحرق معايا او الكلام دوت او كده. المهم، عايزه اقول لكم وانا بعملها كده والله يا بنات شميت الريحه اصلا تحفه. ريحه الخلطه دي جميله جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم انا ساعات ممكن اغمزها كده بالعيش، والله بتبقى جميله جدا وتحفه. يبقى انا نزلت هنا بالمقادير بتاعتي: ملح وفلفل وكمون. الفلفل بحطها رشه بسيطه جدا، لكن الكمون بحط منها معلقه حلوه، معلقه اللي هي التوابل، مش معلقه الاكل اللي احنا بناكلها او معلقه الشاي، لا معلقه التوابل. بحط منها معلقه من الكمون لان الكبده بتحب الكمون. هنا بقى بضرب كويس. طبعا لو عندك كزبره ناشفه تبقى جميله برضو. تمام. هنا الكبده بتاعتي اهوت هقطعها. انا جايباها اللي هي شرايح، فانا بحب ان انا لما اجي اعملها زي ورقه اللحمه بالظبط. بتبقى طعمها مميز وجميله جدا يا بنات. والله يا بنات عايزه اقول لكم طريقتها لما بتتعمل زي ورقه اللحمه بتبقى تحفه 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 تحفه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. حتى باجي لما اجي اعمل كده سندوتش او حاجه، ماشي، بحط القطعه في السندوتش خلاص، هي مش محتاجه قطعه تانية. فاهمين الفكره في ايه؟ الا لو القطعه اللي انت مطلعاها دي صغيره. هنا بقى ببدأ ان انا هجيبها اهوت وهنزل عليها مقدار من التوابل اللي انا عملتها، واسيبها انها تتبل كده شويه عقبال ما اعمل شويه حاجات كده بسيطه. هنا بقى بصوا يا بنات، طبعا انا نص كيلو كبده ديت كان ممكن عادي استكفى عليها، بس طبعا احنا عارفين احنا في توقيت شتوي والشتا بتاكل. فانا حبيت ان انا ادخل معاها حاجات بسيطه. اللي هيتبقى منها عادي تاني يوم كان بها، ما تبقاش خلاص الف هنا على اللي كله وخلاص والدنيا بقت تمام معانا. هنا اهوت بقى حطيت زي ما انا قلت اهوت، وبدات ان انا اتبل الكبده بتاعتي. وبعد كده هركنها على جنب واخش بقى على الاكله التانية اللي انا هعملها. الاكله بتاعتنا التانية ديت حاجه بسيطه جدا واللهم لك الحمد، هي حلوه وكويسه. معايا كيس فول. طبعا انا عايزه اقول لكم كنت انا شاريه 3 اكياس فول ب20 جنيه. لا، بحب لما اجي اشتري الفول ما بشتريش مثلا واروح اشتري كيس بال10 جنيه، لا بحب اقول له كده عايزه 3 اكياس بال20 جنيه. لما بجيب 3 اكياس بال20 جنيه حتى لو مقدار الفول الكميه اللي حطولي في الكيس حبه بسيطه، بس انا عارفه ان انا لما هاجي هعمل الوجبه بتاعتي او الفطار بتاعي او غدا حتى فول، انا هعملهم بالمقدار دوت. مش هكتر عنه علشان ما فيش حاجه تتبقى مني، وفي نفس الوقت الحاجه تتهدر مني او او انها بعد كده ترمي. طبعا ما فيش حاجه بتترمي الحمد لله اللهم لك الحمد. وكله طبعا اكل وفضل ونعمه من الله، اللهم لك الحمد، ربنا يديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال. هنا حبيت ان انا اقطع توم. ماشي. حبيت ان انا اعمل الفول بالثوم كده. تمام. والطماطم بتبقى يعني بيبقى ليها طعم تاني وحلو بصراحه. الواحد بيحب دايما لما بيجي ياكل، انا عن نفسي لما بحب اجي اكل الفول بحب اكله بالطريقه دي. بتشد له اكتر، بحب ان انا استمتع وانا باكلها كده بالطريقه دي. فانا هنا بقى ببدأ ان انا اجهز حاجتي بقى اللي انا هعمل فيها الفول، وفي نفس الوقت الطاسة بتاعتي اللي انا هعمل فيها الكبدة بإذن الله. طريقة الكبدة ديت يا بنات لما باجي بعملها بورقة اللحمة بتوفر معايا زيت، بتوفر معايا مجهود ان انا ما اقفش اقليها زي البانيه والكلام دوت وكده بالردة، وبتوفر معايا كمان غاز. لان لما انت بتيجي تعمليها زي ورقة اللحمة كده ما بتاخدش منك سوا كتير، لان لو قعدت على النار كتير
بتشد معاكي. فاهمين الفكرة في ايه؟ يعني بتبقى سريعة على طول، ما بتاخدش منك وقت. هنا الطاسة بتاعتي اهي بجهزها اولع عليها. هنا بقى عايزة اقول لكم، كنت انا ايه عندي كمية بطاطس حلوة كده، كنت سلقاها وحطاها مقشراها ومجهزاها في التلاجة، بحيث ان ايه لو حد جعان او كده على طول اطلع منها واقلي واعمل منها سندوتشات او نغمس كده عادي. فانا هنا كان في شويه بواقي كده في التلاجة، شويه بطاطس بسيطه، فانا قلت برضو ان انا ايه ادخلها معايا في الوجبه بتاعتنا النهارده. هنا حطيت في الحله بتاعتي ايه الزيت اهوت، مقدار من الزيت، وهبدا انزل عليها بالثوم. طبعا انا هنا يا بنات، انا هنا مش يعني انا مش بعلم حد. بس هرجع اقول تاني، في بنات صغيره او بنات ما شاء الله من سن 15 سنه بتتابعني في القناه. فهنا لما باجي اقول معلومه، فانا ببقى قاصده بيها ان انا بقول المعلومه ديت علشان خاطر توصل للبنات ديت لما تيجي تقف في المطبخ، يبقى هي فاهمه هي بتعمل ايه. طبعا انا باجي بعمل معاكم روتين، روتين طبخ او الكلام دوت او كده، يعني ان انا بشارك معاكم الوجبات اللي انا بعملها في يومي. تمام. ما هي الا ان انا ايه بشارك معاكم، وفي نفس الوقت ببقى مستمتعه جدا لما بلاقي ما شاء الله تشجيع منكم، وانكم انتوا بتدعموني باللايك بتاعكم، لان بجد بيفرق معايا كتير، ببقى مبسوطه جدا، بيدخل على قلب السرور. فربنا يعطي كل واحد مسألته يا رب، كل من بيشارك باللايك بتاعه، فربنا يجازيكم كل خير. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده ايه بدأت ان انا ايه بحمر. بصوا بقى يا بنات، هنا لما باجي بحمر التوم بتاعي ما بحمرهوش جامد، علشان خاطر لو اتحمر جامد معذرة يا بنات عندي برضو والله، لو اتحمر جامد هيغير لي من طعم التتبيلة كلها. فاهمين؟ فبالتالي هيغير لي من طعم الفول. فانت هنا لما تيجي تحمري التوم بتاعك يكون مصفر فاتح، اول ما تنزلي عليها بالخل كده يبقى خلاص هو توقف عن التحمير. وببدأ هنا اقلب. هحط بقى ايه في، طبعا احنا عندنا في كل البيوت برطمان كده صغير او الملاحة، بنحط عليها ملح بشطة بفلفل بكزبرة، بنحط يعني فيها توابل كده حلوة الملح، بنقعد مثلا بنغمس بيها اللحمه او الكلام ده او كده. انا عايزه اقول لكم في اليوم ده انا ما كانش بقى في ملح، فبدات ان انا اخد من البرطمان بتاعي دوت. فانا عايزه اقول لكم ان البرطمان دوت بيبقى منقذ في جميع الحالات، لما تكوني انتي جبتي حاجه البيت كلها وبتبقي حاطه في يعني من ضمن المشتريات بتاعتك ان انتي هتشتري ملح وبعد كده تنسي. عايزه اقول لكم والله بكتب في ورق يا بنات، لما باجي كده انزل اشتري مشترياتي بكتب في لستة كده وكل حاجه، بس ما تعرفوش الملح دوت نسيته. المهم الحمد لله البرطمان ده انقذني النهارده، الحمد لله اللهم لك الحمد، واشتغلت بيه اكل كله عامه، فالحمد لله. هنا بقى شويه البطاطس دولت يعني ما فيش غيرهم دولت، يعني ما شاء الله اللهم لك الحمد. عايزه اقول لكم والله بتبقى جميله جدا لو كلناها حاف، تبقى زي نظام القرقشه بالنسبه لينا، بنقعد نقرقشها كده وتسالي. فبتبقى جميله وحلوه، ان هي بتبقى من بره كده ناشفه ومن جوه ايه طريه، لا حلوه بصراحه. وطبعا احنا كلنا يعني اكيد متعودين عليها وكل يعني الحمد لله. عايزه اقول لكم بيجي عليا اوقات بدحرجها حرفيا بالزبده البلدي، والله اللي هو الزبده الفلاحي. عايزه اقول لكم بيبقى لها طعم تاني خرافه. هنا عندي الطماطم بدات تدبل معايا برضك، هبدا انزل عليها بالفول باذن الله. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بصفيها والدنيا بقت تمام اللهم لك الحمد. فكده خلاص الحمد لله ايه خلصنا من البطاطس. نبدا بقى نخش نحط الصينيه بتاعتنا علشان خاطر نعمل ايه ورقه الكبده بتاعتنا. عايزه اقول لكم طريقه ورقه الكبده ديت، هرجع اقول لكم تاني جربوها هتعجبكم جدا، موفره في الزيت، سريعه جدا. لو انت مستعجله هتجيبي نص كيلو او حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها، هتعمليها مش هتاخد منك وقت. بالظبط بتقعد على النار بعد ما تتشوح وتغير لونها بتاع من 10 دقايق ربع ساعة. بعد ما بتغير لونها، بعد ما الكبدة تتغير من لونها وهي على النار، من 10 لربع ساعة. هنا طبعا ايه عشان تطلعي معاكي الفول تاكليه حلو ويبقى ما شاء الله عامل زي المهلبية، اقعدي وهو في قلب الكيس اهرسي الفول بتاعك، يطلع معاكي كده ناعمة وما شاء الله حلوة. لما تلاقيش الحباية، يعني في ناس ما بتحبش الحباية الفول تبقى صحيحة كده، لا بتحب تضربها في الخلاط، لا اهرسي الفول وهي في قلب الكيس. وبعد كده بقى ايه انزلي بيها على الخلطة اللي انت عملتيها،
وتطلع معاكي كده ايه، ما شاء الله عليها، يعني ايه ملبن كده معاكي. نيجي بقى نخش على الصينيه بتاعتنا، سخنت الحمد لله، ننزل بمقدار من الماده الدهنيه بتاعتنا، السمنه او الزيت، ليكي حريه الاختيار. طبعا انا عايزه اقول لكم، اما باجي احب اعملها بعملها بدهن انا مسيحاه عندي، بس للاسف ما كانش عندي، فبتبقى تحفه اكتر. فاهمين الفكره في ايه؟ حطيت من التتبيله والخلطه اللي انا تبلت بيها الكبده، ماشي، وبعد كده تاخد كده تشويحه بسيطه، وابدا انزل عليها بالكبد. الطريقه دي جربوها يا بنات، صدقوني هتعجبكم جدا جدا جدا. هنا بقى ايه، بسيبها، ما باجيش لميتها خالص، انا بفردها في الصينيه بتاعتي، وما باجيش لميتها ولا اقلب ولا اعمل اي حاجه لما ابقى متاكده ان هي غيرت لون من تحت، عشان التقليب فيها هيخليها تنزل ميه. فاهمين الفكره في ايه؟ طبعا انا هنا مسرعه الفيديو، فانتوا ايه يعني، انا سبتها المقدار بتاعها الكويس. ببدا هنا بقى ارجع اعمل ايه، شويه سلطه كده جنب الاكله، ماشي. مش عشان تفتح النفس، هي الاكله لوحدها يعني تفتح النفس لوحدها، بس يعني ايه، حاجه كده ايه، كشكل وتقديم وحاجة كويسة، وجبة غدا بقى متكاملة. فانا هنا بقطع البصل شرايح كده كبيرة زي ما انتوا عارفين، زي ما انتوا شايفين. هنا بقى بتقدري ان انتي عايزة تقطعيها اصغر من كده براحتك، انا حابة ان انا اعمل السلطة بتاعتي تكون كبيرة، لان كده كده انا هعمل سندوتشات. فاهمين الفكرة في ايه؟ هبدأ بقى اجيب الخضرة بتاعتي برضك، هقطعها تقطيع رفيع، الخضرة الوحيدة اللي هتبقى متقطعة تقطيع رفيع. يعني كنت معلش بقى اصور الخضرة او كنت بقسمها مش فاكرة، يعني المهم يعني كنت بجيبها، وببدأ اهي هقطعها معاك اهوت. الخضرة ما شاء الله اليومين دولت جميلة جدا يا بنات، كتروا منها، ورخيصة، ماشي. وابدأ هنا بقى اجيب الطماطم بتاعتي، وحسب بقى اللي انت حابة تحطيه عامة. هنا بصوا بقى الفلفل الاحمر ده انا حابة ان انا اقطعها بالطريقة ديت، علشان خاطر انا بس ايه هنزل بيها على الكبدة في الاخر، كشكل ومنظر، وتطعم لي في الاخر، يعني كده كده انا حاطة فلفل، وعندي الكبدة حراقة وحلوة وجميلة، بس كتغيير لون تكسر اللون بتاعها. فاهو زي ما انتوا شايفين كده ايه، كسرت اللون بتاعها كده، وتبدأ تدينا منظر بقى جمالي، يعني بصراحة عايزة اقول لكم والله المنظر فعلا يشهي. انا عايزة اقول لكم احنا الحمد لله اكلت الكبدة ديت وخلصت الحمد لله، وبمنتج بعديها بكام يوم. المهم ان انا اشتقت لها تاني، عايزة اعملها تاني. الطريقة ديت انا بقالي فترة يا بنات بعتمدها، بتريحني وفي نفس الوقت طعمها بيبقى جميل. هبدأ بقى ارجع بقى للسلطة بتاعتي بعد ما انا اهو سبتها. هنا بقى بصوا عصرة الليمونة ديت بتديها في يعني حتة تانية. طب لو انت ما عندكيش الليمون، انزلي بيها برشة خل، بس ما تكتريش. هسيبها بقى انها تشرب الليمون بتاعها، وبعد كده هقفل عليها النار، يكون كده هي خلاص بقت كده تمام. بصوا بقى بقلب كده وبطلع الصوص اللي ايه ملزوق كده في الارضية، عشان خاطر ايه يتطعم كده ويبقى الدنيا ايه تمام. هنا بقى بشوفها استوت ولا لا، فلقيتها الحمد لله استوت وبتقطع معايا بسهولة. هي مجرد بس تتشرب الليمون والصوص دوت وخلاص هقفل عليها. نرجع بقى للسلطة بتاعتنا. هنا بقى نبدأ نقطع الفلفل بتاعنا زي ما انتوا شايفين، زي ما احنا قلنا ايه، انا مقطعة كده بالطريقة ديت علشان خاطر انا هدخلها في السندوتشات بتاعتي، انا كده كده هعمل سندوتشات. وهنا برضو الليمون حبيت ان انا اقطعه كده حلقات كمنظر، واللي عايز ياكلها براحته. يعني هو الليمون الايطالي دوت بيبقى يا بنات ايه مش حادق قوي، يعني تقدري ان انتي تاكلي منها كده عادي على طول. طبعا لو وصلتوا معايا لغايه هنا، فبالله عليكي يا قلب اختك ما تنسنيش بالله والاشتراك بتاعك، علشان بيفرحني وبيدخل السرور على قلبي.
شايفين المنظر؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المنظر ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. منظر الخضار كده اصلا بيشهي بجد، منظر ولون والوان طبيعية من صنع الخالق. سبحان الله سبحان الله، منظر سبحان الله. اي بيت يبقى موجود فيه والله يا بنات طبق سلطة، والله ده نعمة وفضل من الله. كمية الفيتامينات بقى والقيمة الغذائية اللي بتاخديها، اصلا اكل صحي لوحده حاجة روعة. هقلب كده زي ما انتوا شايفين التقليب دوت. بعد كده خلاص انا ما بكترش في التقليب بتاعي، لان انا مش عايزه البصل بتاعي يدبل ولا اي حاجه. وطبعا حطيت من الخلطه اللي انا عاملاها بتاعه الكبده. ما اعرفش ازاي دخلت في قلب المعلقه، وجيت لما جيت خرجتها سبحان الله اتقطعت، فسبحان الله يعني. هنا بقى تعالوا بقى نروح البطاطس بتاعتنا الجميله اللي احنا رحنا تبلناها من نفس التتبيله. ماشي. عايزه اقول لكم تحفه، طعمها بيبقى لذيذ قوي لما بتاخديها من نفس التتبيله دي. هنا بقى بدأت ان انا اعمل منظر جمالي كده في الصينية، انها تشهي العين كده، والواحد كده ياكل بنفس كده، واللهم لك الحمد يعني. الحمد لله، هي ما كانتش محتاجة بس الحمد لله يعني. ما يجراش حاجة كده يا بنات لما نخرج عن المألوف شوية كده ونعمل حاجة كده تشد العين. هنا كده حاجة بسيطة خالص بزين بيها الصينية بتاعتي. وبعد كده انزل بقى بالكبدة بتاعتي ما شاء الله، شايفين سخنة وجميلة. الله اكبر عليها، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. لا بجد كانت تحفة يا بنات. وهنا بقى نزلت بالبطاطس بتاعتي كده في الجنب، فعملنا كده صينية يعتبر متكاملة مية مية. سلطتها ببطاطس بتاعها بكل حاجة، لا تحفة. بوريها لكم كده وبقربها لكم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. لا تحفة يا بنات، جربوها صدقوني هتعجبكم جدا جدا جدا. ويعتبر كده وجبة الغدا بتاعنا كده الحمد لله خلص. هنزل كده بشوية السلطة برضك في الطبق. وبعد كده نغرف لنا بقى طبق الفول. اللي حابب بقى هياكل كده او هياكل ايا كان. احنا بصوا عاملين طبق الفول دوت بس سد خانة بالنسبة لو جوعنا نكمل اكلنا بالفول. فاهمين الفكرة فيها يا بنات؟ فهي كان معمولة احتياطي. اتبقت ما اتبقتش، فهي كانت معمولة احتياطي طبق. يعني احنا زي ما احنا قلنا احنا جايبين، انا جايبة 3 اكياس ب20 جنيه. هنقول الفول الكمية اللي احنا عملناها ديت، كيس ب7 جنيه. وانت كده كده عندك الطماطم، والطماطم رخيصة اليومين دولت، نستمتع بالطماطم ونعمل كل اللي نفسنا فيه بمعنى أصح. وهنا كان ما شاء الله اللهم لك الحمد أكلنا أو غدانا كان خلص. اللهم لك الحمد وألف هنا على اللي كانوا عامة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر يعني. الحمد لله. والله عايزة أقول لكم الأكل كان بسيط بس ما شاء الله. بصراحة لا كان يوم كان جميل، والأكل كان طعمه لذيذ والحمد لله. اللهم لك الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.